بقى اللهم بارك. النهارده يا جماعه قلنا بقى ناكل فسيخ، يعني عندنا فسيخ في الفريزر فقلنا ناكل فسيخ. يعني بصوا بقى ده الفسيخه دي يا جماعه غير الفسيخه دي اللي انا استغربت له ان دي بصي لحمها عادي خالص، غير دي بصي تحس ان هي لحمها بصوا كده قطع، يعني ما شاء الله ما شاء الله. فقلنا ايه ناكل النهارده ايه فسيخ. بصوا كده انا عايزه اقطع بس مش عايزه اوسخ ايدي بصراحه، مع انها تتوسخ بس يعني كده. بصوا ما شاء الله طلعته من الفريزر اهو. يعني بيكون عندك فسيخ كمية مثلا، ولا يكون انت جايباه قبلها مش كمية، تروحي حاطاه في الفريزر وتطلعيه. اهم حاجة تشطفيه من الملح والكلام ده كله وتسيبيه يفك، وبعد كده تشطفيه وبعد كده ايه تحطيه ايه تعمليه. تمام كده. طبعا إيه اشطفه دي انا كنت واخداها من بتاع الفسيخ، اما قلت له مثلا ينفع يتحط في الفريزر قال لي اه طلعيه تشطفيه تحت الحنفية عادي. يعني بيبقى طبعا بيبقى مثلا في ملح في اي حاجة زيادة تشطفيه. انا بشطفه وبعد كده اقطعه وانضفه. يا جماعه بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هي طبعا دي غير دي، ودي كانت الكبيره ودي كانت الصغيره. فما يكون عندك فسيخ ولا حاجه حطيه في الفريزر، يكون عندك مثلا رنجه حطيها في الفريزر، مش هيجرى اي حاجه من غير تنظيف. الاحسن ان انت ما تنضفوش. لو نضفتيه بس تقفليه كويس عشان مش حاجه عندك في الفريزر تكرف، لاني اصلا اللهم صل على النبي لازم تقفليه كويس. اما بتخليه وتحطيه ساعات اللون بتاعه بيغير، اللي انا اكتشفته ان اللون بتاعه بيغير يا جماعه. تمام كده. فحطيه سليم زي ما هو خالص، غير بقى انت جايباه من راجل متنضف ده حاجه تانية، لكن مش جايباه متنضف خليه زي ما هو وما تنضفوش. ويوم ما تيجي تنضفيه طلعيه اشطفيه وسيبيه يفك سنه، وبعد كده ايه اعمليه. هو مجرد ما يشطف هيفك على فكره. تمام كده. كان الراجل قايل لي كده وانا جربتها ولقيتها كده. بس ده انا كنت مطلعاه قبلها بشويه وسبته يفك براحته، ما كنتش مستعجله عليه. طبعا ايه بقى معانا بصل، طبعا حاطين خل، معانا بقى عيش بقى طري كده، وعندنا رنجه بس ما قلنا مش هناكل ايه، مش هناكل رنجه يا جماعه.